المال، الأهل، الجنس، التواصل، دول أكبر 4 مصادر للمشاكل في الحياة الزوجية. أول حاجة المال مهم في الحقيقة لأنه طبعا بيعمل مشاكل في الحالتين، سواء معانا فلوس كتير بنتخانق عليها أو مفيش فلوس كتير برضو بنتخانق على اللي موجود أو بنتخانق بسبب قلة الفلوس. عندنا 3 قواعد أساسية للتعامل مع المال: الشفافية، درج واحد للفلوس، القرارات المشتركة. الشفافية يعني نكون شفافين مع بعض في كل حاجة، أنا عارف عنها كل حاجة، هي عارفة عني كل حاجة، عارفين مصادر الدخل من الأول للآخر، سواء المصادر الشهرية أو المصادر السنوية. لو حد بيساعدني من أهلي من عيلتي، في مصادر أخرى للدخل أحيانا بتبقى متنوعة لازم أعرف بيها شريكة حياتي، وهي كمان لازم تبقى بتعرفني، مش أنا بس اللي هكون شفاف معاها، إحنا الاتنين شفافين مع بعض بالكامل، مش بنخبي على بعض أي حاجة. والقاعدة التانية في التعامل مع المال: درج واحد للفلوس، حساب واحد في البنك. الفلوس لما بتيجي انا بشتغل وانت بتشتغلي، بنحط مرتبي على مرتبك في ظرف واحد او في درج للفلوس واحد، واصبحت دي فلوس البيت او فلوسنا احنا الاتنين، فلوس البيت، مفيش كلمة فلوسي وفلوسك. والمبدأ الثالث: بنصرفها مع بعض بقرارات مشتركة، مفيش حد بينفرد بالقرار بتاع الصرف او سواء بالقرار بتاع الادخار، لكن رأي مشترك في جميع النواحي.